بعيدا عن أولئك القوم الذين يرون الحب عار، ويرون أن الحب طريقا للهاوية، وينسون طريق الزواج والعفة. فدعوني واسمعوا مني ودعونا نتكلم لعنان السماء وأحسنوا الظن بي بالكلام. يا سادة، مررنا بمرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم انتقلنا للجامعة ثم انتقلنا للعمل. في كل مرحلة الحياة كان هناك ما يسمى بنبض القلب والحب. في المرحلة الابتدائية ونحن أطفال كنا نحب ونهوى، ففلان أحب مريم وإن كان طفلا، أحب ذاك الحب الصافي الذي إن رآها تبسم وإن غابت عنها أصابه القلق. أين هي؟ هل هي مريضة؟ هل هي متعبة؟ وصلنا للمرحلة الإعدادية فأصبحنا نرى أن الحب ذاك الذي إن لمحني بعينه أتذكر كل أشعار البدو وغزل البدو في لمحة العين. ثم انتقلنا للثانوية فأصبح لنا هدف: سأتخرج وآتي بمعدل حتى فلانة بنت الجار أو بنت عمي أو بنت خالي تراني أني مجتهد. ثم أدخل للجامعة، وإذ أواكب في الجامعة بعض الأخوات الزميلات فأجد تلك المحترمة المؤدبة التي تقطر حياء، فتجد أن القلب ينبض لها وأنت لا تشعر وتحافظ على كيان الحياة. ثم تتخرج فتذهب إلى سوق العمل فترى من تحب، وهكذا الحياة. فأنت قلبك يا سيدي لا يحيا بدون حب، وقلبك يا سيدي كرسي يأبى أن يكون فارغا. فمن قال لك لا أحب فقد كذب، فقد كذب. فحتى فرعون